السلام عليكم. شم النسيم. اليوم ده له طقوس خاصة عندنا، رنجة، فسيخ، بيض، ألوان. ربنا يرحمها أمي كانت زمان بتجيب لنا ألوان وبيض، وأنا وإخواتي بنقعد نتفنن في الرسمة اللي هيبقى على البيض إيه. ورغم إن أنا فاشل في الرسم بس كنت بحب وأعشق الرسم على البيض. مرة أرسم بحر، مرة أرسم شمس، أي رسمة على البيض. وكنت فاكر إن إحنا بس في بيتنا اللي بنعمل الطقوس الغريبة دي، لحد اما جه واحد من جيراننا، واحد صاحبي، قال لي برضه ان احنا بنلون على البيض وعندهم برضه نفس الطقوس. مش بس كده، ده كمان لقيت واحد من الشارع اللي ورانا والشارع اللي جنبنا والقرية اللي جنبنا، تقريبا كده مصر كلها عندها نفس الطقوس. مصر كلها طلعت بتعمل العادات دي. وبعد ما الوقت عدى والواحد كبر وبقى يجي في باله أسئلة خزعبلية، جه في بالي سؤال: ليه بنلون البيض في شم النسيم؟ الحقيقة أنا استغربت جدا لما عرفت إن الإجابة ليها تاريخ. لا بجد، إجابة السؤال ليها تاريخ عظيم. الفراعنة. ايوه زي ما انت ما سمعت كده، ما تتخضش. الحكايه بدات من عند الفراعنه من 4500 سنه. تخيلوا عاده المصريين مجتمعين عليها في السنين دي كلها، حاجه جميله. القصه وما فيها ان الفراعنه ليهم حاجات غريبه كده، من ضمنهم سؤال حلقه النهارده. الفراعنه زمان لما كان واحد عندهم بيموت كانوا بيحطوا جنبه اللبس بتاعه، الذهب بتاعه، كل حاجه بتاعته. تقريبا كمان كانوا بيحطوا الاكل. طب ليه ده بقى؟ وبعدين ايه علاقة كل ده بتلوين البيض؟ هقولك، بس اتقل وما تستعجلش. المهم خلينا نكمل. ليه بقى كانوا بيحطوا جنبه الذهب بتاعه واللبس بتاعه، حتى الاكل كانوا بيحطوه جنب اللي بيموت؟ لان كان عندهم اقتناع رهيب بحاجة اسمها البعث. يعني عندهم اللي كان بيموت مقتنعين ان هما بيصحى في حياة تانية، في مكان تاني. فبناء عليه كان بيحطوا جنبه الذهب بتاعه، اللبس بتاعه، اي حاجة بتاعته، عشان لما يصحى في الحياة التانية يلاقي كل حاجة موجودة. يعني لما يصحى في الحياة الجديدة اللي هي البعث دي يلاقي كل حاجة جنبه، الذهب بتاعه والأكل وكل حاجة جنبه. بالبلد كده بيأمنوا المستقبل بتاعه لما بيموت. كل ده تمام. فين بقى برضه موضوع شم النسيم وتلوين البيض؟ ما أنا جايلك في الطريق. هما بيؤمنوا بحاجة اسمها البعث في الحياة الجديدة، وبالتالي عاملين يوم بيحتفلوا بالبعث ده. واليوم ده اسمه عند الفراعنة شمو، كلمة فرعونية تعني البعث في الحياة. وطبعا مع الوقت اتغيرت لكلمة شم النسيم علشان ارتباطها بفصل الربيع عندنا والجو الجميل. ورمز البعث للحياة الجديدة عند الفراعنة هي البيضة، لأن كان بيخرج منها حياة جديدة وهي الكتكوت الصغنن. فكانوا بقى بيحتفلوا باليوم ده مع رمز البعث والحياة اللي هي البيضة. وكانوا بيلونوا كمان عليها بألوان الأحمر والأصفر والأخضر، لأن دي ألوان البهجة والفرحة. وبس من 4500 سنة وإحنا بنعمل العادة دي من الفراعنة. وبس كده زودت معلوماتك من غير ما تحس. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. لو عندك سؤال اكتبه في الكومنتات. سلام.